يا هلا وسهلا أستاذ إبراهيم، حياك الله في صحفتي الرياضية. كيف شفت مهرجان رياض للمسرح؟ سعيد بهذا المهرجان الوليد، وهو امتداد لمهرجانات سابقة كانت سواء تقيمها فروع جمعيات الثقافة والفنون أو مهرجان المسرح السعودي الذي توقف في دورته الرابعة. ولكن الآن يعني لو رجعنا للسنين الماضية كانت في وجوه، الآن في ضخ دماء جديدة للمشهد المسرحي السعودي. سعيد فيه وسعادتي أيضا في الضيوف الحاضرين من الوطن العربي، من عمالقة المسرح الوطن العربي. وسعيد باستضافة العرض التونسي. تونس، عندما تذكر تونس أو يذكر المسرح التونسي تأتي بقوة، وخصوصا مهرجان قرطاج الذي استمر على مدى سنين. شاهدت عروض جميلة جدا ومواهب لأول مرة أشوفها على المسرح، أسعدتني وذكرتني حتى في بداياتي في المسرحية. أشكر طبعا القائمين على هذا المهرجان، هيئة المسرح والفنون الأدائية، وعلى رأسهم الأستاذ سلطان البازعي رئيس الهيئة، والفنان الصديق عبد الإله السناني، وكل الإدارة ياسر الحسن، واللجنة المنظمة لهذا المهرجان. إيش راح يفيد المهرجان الوجوه الجديدة بالفن؟ يصقلها أكثر المسرح أبو الفنون، يعني كلنا كممثلين، بدءا أنا وناصر وعبد الله وعبد الإله خرجنا من المسرح إلى التلفزيون إلى السينما. فبالعكس يصقل الموهبة، هو المحك الحقيقي والصادق لأي ممثل في العالم هو المسرح. هل لك أعمال قادمة وما هي؟ أنا خلصت فيلم سينمائي صورته في تبوك، إن شاء الله يعرض يعني في المهرجانات العالمية. ومسلسل في رمضان اسمه خيوط المعازيب تم تصويره في الأحساء، إن شاء الله يعرض في رمضان على شاشة شاهد وام بي سي. أهلا وسهلا استاذ كيف شفت مهرجان رياض المسرح؟ وإيش تطلعاتك عنه؟ الله يحييكم، شكرا جزيلا على هذا اللقاء البسيط. مهرجان رياض المسرح انطلاقة كبيرة ومهمة بصراحة للمسرح في السعودية، وأتوقع أنه جالس يلم كمية مواهب سعودية كانت بلا مكان يوصلون له. الآن صار عندنا مهرجان مسرحي ضخم ويباهى فيه، فانطلاقة عظيمة وجميلة، وإن شاء الله القادم يكون أجمل، وأتمنى الاستمرارية لهذا. هل لك عمل قادم وحشو؟ عندي أعمال قادمة تلفزيونية إن شاء الله. عندي مسلسلين، المسلسل الأول مسلسل اسمه خلوية النسيم 8 حلقات إخراج عبد الرحمن جندل، ومسلسل آخر اسمه الشرار من إخراج الفوز طنجور، إن شاء الله في الفترة ما بعد القادمة إن شاء الله. جدا يعني. شكرا.